دفاعا عنها هي من تعزف على العالم الاسرائيلي يا شيخ، ولم تقل ان هذا الاحتلال فلكن ان نحيي كل اجراء تقوم به الوزارات اي احد من الوزراء. كيف نناقش اتفاقيه واحده ليست معنا ولا نعرف كلنا؟ يا اخوان يعني نتخوض بعض. شغلتين، اول شيء بان هذه الاتفاقيه يدرسها محامين محترمين يعطون رايهم القانوني فيها. اثنين، يجب ان نحول هذه الاتفاقيه على المحكمه الدستوريه وهي امام الله يخليك معي انا اسمع راي الله يخليك اسمع راي معك. يجب ان وهي امام هذه المحكمه الدستوريه في كل دول العالم هي من تحكم القرار الصحيح. يجب تحويلها ونعلم ان من صلاحيتنا ان نناقشها او لا نناقشها. ثاني شيء، طبعا كل اعضاء المجلس يرفضوا هذه الاتفاقيه وشلت يد كل من وقع عليها من محامي او وزير او مسؤول الله يلعنه، لانه والله المفاعل والله المتعبر والله المتعبر كل من وقع على الاتفاقيه. انا بعد من كانت حكومه الاسبق كانت تحتفظ من الاداره الامريكيه لتوقيع هذه الاتفاقيه المشؤومه. الاتفاق هذه الحكومه الامريكيه انتهى والعهد الامريكي انتهى. لماذا لا يكون موقف مشرف من حكومتنا في شرق الجزائر مليار من الجيش الشعب الموجود وانا اولهم اخواني مستعدين ان نساعد نصف مليون في إلغاء الاتفاقيه، نصف مليون من شركه حسين عبد الله للمساهمه في دفع الزكاه ودفع الاغرامات. لذلك يجب ان تكون هناك خطوات جاده في إلغاء الاتفاقيه. مياههم الان تحت السيطره الاسرائيليه، يريدون المصالح الدينيه ان تكون تحت هذه السيطره. حرام علينا ان نوافق على هذه الاتفاقيه. اثنين، امام هذه الحكومه الاتفاقيات السابقه مع شركات الطاقه والهجوم برضه على وزير الطاقه غير مبرر غير مقبول اللي عنده شغله يكتبها استفسار. هذه الاتفاقيات انا بطلب من الحكومه ان تراجع نفسها وان تعين مختصين لدراسه هذه الاتفاقيات. عديد تبيع الحكومه ب 12 قرش وهناك شركات صينيه تنفذ ذلك ب3 قروش. فيا اخوان يجب ان نكون عمليين وان يكون هناك دراسه. وانا هنا اطالب في العدل والشرفاء من هذه الحكومه بان يتم